دخول الأكل للبيبي بيبقى حاجة لذيذة جدا ليه هو ولينا. فالنهاردة عايزين نتكلم عليها. احنا بنقرر ميعاد دخول الأكل على إن الطفل يكون جاهز، يكون قادر يقعد حتى لو مسنود، صالب راسه وظهره في الكرسي حتى لو مش بيقعد لوحده. والطبيب بتاعكم بيكون مقرر ان ده ميعاد مناسب. هندخل ازاي بقى؟ هندخل الاكل بالتدريج. فاحنا بنقول مثلا هنعمل وجبتين في اليوم. هنعمل وجبة الصبح على الساعة 9 على اساس ان انا بحضر الطفل ان هو يبقى بيفطر في الوقت ده، ووجبة تانية على الساعة 3، ووجبة تالتة هتكون بالليل على الساعة 8 9. وكل ده بيجي بالتدريج جدا بالراحة خالص على اساس ان انا بأسس ليوم طبيعي للطفل. دخول الاكل بيكون تدريجي علشان اجرب كل صنف اكل ان هو مش بيعمل اي حساسية للطفل. فلو انا قلت ان انا في اول مرحلة بدخل الفاكهة، تفاح، كمثرى، موز، جوافة، عصير برتقال. انا التفاح بعمله يا اما بحطه في فويل وبحطه في الفرن علشان يستوي جوه القشر بتاعه، فيبقى كل الخير بتاعه موجود جواه ويبقى طعمه حلو، او ممكن اقشره واسلقه واهرسه. الكمثرى نفس الكلام. الجوافة انا بشيل منها القشر وبشيل البذر وبهرسها كويس. الموز بهرسه على طول. وعصير البرتقال عمري ما بشربه للطفل، لا انا بقى ممكن احطه على الفاكهة علشان يديها قوام سايل شوية، لكن احنا عموما ما بنحبش نشرب الفاكهة، بنحب ناكلها. مع الوقت لما نكون دخلنا اكتر من صنف فاكهة ممكن نضيف الشوفان المطبوخ لوجبة الفاكهة. الشوفان المطبوخ بعمله ازاي؟ بحط معلقتين شوفان رقائق وبحطها في الحلة وبحط عليها معلقتين مية وبقلبهم، وبعدين على النار بسويهم اكنه بشاميل. ممكن ساعات احتاج احط معلقة كمان. لو الطفل ده بياخد لبن صناعي، واحنا دايما عايزين نكون بنفضل الطبيعي، بس لو البيت فيه لبن صناعي ممكن نستخدمه بعد ما احلله بدل المية. لما بنقلب الشوفان بالطريقة دي ممكن ناخده من على النار ونحطه على الفاكهة، ده بيديها طاقة أعلى وقيمة غذائية أعلى. بالنسبة للغدا ببتدي بالخضار: كوسة، جزر، بطاطس، بطاطا، بروكولي، قرع عسلي. كل دول بسلقهم كل واحدة لوحدها، اهرسها وبعدين اديها للطفل، وبعد كده ممكن اخلطهم على بعض. الخضار ممكن ازود له رز مطبوخ، رز بتاعنا لو احنا عاملين حلة رز حتى لو عليها شوية زيت او سمنة او نقطة ملح مفيش مشكلة، لان ده على الحلة الكبيرة، وبالتالي لما باخد معلقة تأثيرها بسيط قوي. فممكن نحط ده على الخضار ونهرسهم مع بعض ونديهم للطفل علشان اطمئن ان ما عندوش حساسية من حاجة. كل واحدة من الحاجات اللي انا قلتها دي بدخلها بالراحة. يعني اول مرة باكل تفاح باكل معلقتين تفاح واكمل رضاعة، بكرة 4 واكمل رضاعة، بعده 6 واكمل رضاعة. لما اوصل اني باكل كمية تفاح تشبع الطفل، يعني 100-150 ملي وهو او هي شبعانين، يبقى خلاص هو دي الكمية اللي هي محتاجاها. وممكن طول الوقت اخلط، يعني احط تفاح وموز، تفاح وكمثرى، كمثرى وموز، وهكذا. بس مع دخول الاكل بندي ميه، بنغلي الميه المعدنيه او ميه الفلتر. ميه الفلتر عاده افضل من الميه المعدنيه، لكن الاتنين محتاجين يتغلوا في اول شهرين من دخول الاكل. بنسيبهم يبردوا وبنستعمل الكوبايه اللي ليها بوز علشان الطفل دلوقتي في مرحله عايز يتعلم مهارات جديده.
التعامل مع اكل جديد، التعامل مع قوام اكل جديد في الفم، التعامل مع الكوباية والمية، التعامل مع ملمس الكوباية وملمس المعلقة. كل دي حاجات بتعلمه مهارات جديدة. ولما بعرض اكل جديد على الطفل لازم اعرضه في جو فيه بهجة، يعني ابقى انا رايقه وهو قاعد قدامي او هي قاعدين في كرسي العربيه او في الكرسي بتاع الاكل او في ركنه الكنبه، وبعدين باكل الاكل، بدي الاكل معلقه صغيره خالص على طرف لسانه او لسانها، واديهم فرصه يبتدوا يستطعموه. في الاول شيء طبيعي ان هم يطلعوه بره، يعني ان هم يحسوا ان القوام غريب، ان الطعم غريب، ده امر طبيعي، مش معناه ان هي رفضت الكوسه. لو الابحاث بتقول ان لو انا اديت حاجه زي كوسه مهروسه، يعني مش حاجه لذيذه قوي، اديتها كل يوم لمده 15 يوم وانا مبتسمه وفي جو هادي، مفيش ضغط مفيش غصب، هي في الاخر هتاخدها قبل المره ال15 بكتير. احنا الفاكهه ممكن نحط عليها قرفه بتدي طعم حلو، والخضار ممكن نحط عليه نقطه ليمون، نقطه كمون، مفيش مانع. وانا بسلق الخضار احط شبت او بقدونس او كزبره، لان دول بيدوا طعم حلو وبينزلوا خير كتير على الخضار، بيفيد الطفل. وبالهنا والشفا.